قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. في الفيديو ده هنقول على شوية حاجات كده تعملهم في الأجازة بدل ما تروح هدر. تمام. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. أول حاجة عايزة أقول إن أنت هتتعلمها أو هنعملها مع بعض في الأجازة. أنا بفكر إن أنا أعمل سلسلة فيديوهات على أساس إن الكل يتشجع والكل يشارك معانا. ايه أول حاجة؟ وهي إن احنا نبدأ نحفظ قرآن. كل يوم مثلا صفحتين ثلاثة على حسب كل واحد ومقدرته. بس احنا عايزين نبدأ ان احنا كلنا نحفظ قرآن ونشجع بعض وان شاء الله نحفظه كله. تاني حاجة وهي ان احنا هنبدأ نتعلم لغة انجليزي تركي كوري، بس اصلا انا عارفة الجيل ده بيحب الكوري والتركي اكتر، فهنتعلم اللغة اللي انت حاببها. انا مثلا عايزة اتعلم انجليزي عشان يبقى معايا اللغة دي ابقى متمكنة منها بشكل كافي. فشوف انت عايز تتعلم ايه. طبعا انا هسمع مين؟ هسمع ذا امريكان انجلش مستر ابراهيم عادل. من الابلكيشن بالنسبه لي احلى. وبالنسبه للتركي انا عايزه اتعلم من ابلكيشن برضو طليق تبع ذا امريكان انجلش برضو. تمام. فهو حلو جدا طليق والابلكيشن برضو بتاع ذا امريكان انجلش، الاتنين احسن من بعض كده. انت هتتعلم لغتين في الاجازه. طيب انا مش عايزه اضيع الاجازه بتاعتي، انا لسه خارج من امتحانات ومش عارفه ايه. بص، الموضوع باختصار شديد وهو ان انت مش هتاخد، يعني مش هتضيع الاجازه بتاعتك لما تديني منهم 4 ساعات يوميا او 3 ساعات يوميا. تمام، انت مش هتضيع يعني 4 ساعات وانت معاك 20 ساعه براحتك، اعمل اللي انت عايزه. تمام. فاحنا دلوقتي هنقول ساعتين هنتعلم فيهم لغه، ساعه لغه انجليزي او ساعه تركي، او ساعتين لو هتعلم لغه واحده يبقوا ساعتين للغه واحده. وساعه هنتعلم فيها مهاره جديده، مونتاج او برمجة او اديت او اي مهارة انت عايز تتعلمها. انت تقعد ساعة بس يوميا تتعلم فيها. الانجليزي هتقعد ساعة، اللغة التانية اللي انت عايز تتعلمها برضه هتقعد ساعة، كده خدنا 3 ساعات. والساعة الأخيرة هي حفظ القرآن. طيب أنا برضه ال4 ساعات باقي اليوم أنا برضه بحس بملل ومش لاقي حاجة أعملها. اول حاجه انت كبنت لازم تساعدي اهلك في البيت. ما تقوليش لا انا لسه واخده الاجازه استراحه، مش الساعه او الساعتين اللي انت هتقضيهم مثلا تخشي تساعدي مامتك في مواعين ولا في ترويق ولا اي حاجه، دول مش هيخلوا الموبايل مثلا يجري منك. اسمعي بودكاست وانت بتعمليها، بلاش تشغلي اغاني. حاولوا يا جماعه ان احنا نقلل الاغاني، احنا بقينا بعيدين كل البعد عن ربنا. انا مش شيخ عشان اقول لك بقى اعمل وما تعملش والكلام ده. انا بقول لك حاجه، انا بحاول ان انا اتجنب الغلطات اللي انا بعملها واخلي الناس يعني تكون احسن. انا عايزه ابدا معاكم حفظ القران ان شاء الله. هلبس الخمار يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ادعوا لي بس. تمام. بس فانا دلوقتي احنا قلنا هنعمل ايه؟ هنتعلم لغه، هنبدا نتعلم مهاره جديده وهنحفظ قران. طيب والملل، انا بدات اقرا، انا بقرا كتب. انا بقى لسه الكتاب ده اسمه جروح نفسيه، بس عشان بسوي الكاميرا الاماميه فالبتاع عكس. تمام. ولسه معايا 4 كتب تاني عايزه اقراهم. وطبعا لو انت مش بتحب القراءة، انت ممكن تحب القراءة بان انت تقرأ رواية الاول، تبدأ تقرأ روايات. ومش لازم تشتري الكتب، يعني عادي حملها PDF. تمام. ابدأ اقرأ روايات، ولما تحس ان انت بتحب القراءة ساعتها ابدأ اقرأ كتب عادي. تمام. احنا كده قلنا بالنسبة للغة، بالنسبة للمهارة، وبالنسبة لإيه تاني لتحفيظ القرآن، وبالنسبة للكتب. طيب برضو انت لسه حاسس بالملل، حاول انك تساعد الدفعات الجاية. انا جروب التليجرام بتاعي هختار شوية من دفعة 24 عشان يبقوا يساعدوا 25. تمام. بالنسبة لإيه تاني كنت عايزة اقول حاجة، نسيت. ما علينا، لما افتكر اقول لكم. بلاش تضيع وقتك ان انت تقعد تتفرج على المسلسل الفلاني والمسلسل العلاني. كل دي ذنوب يا جماعة، ومش بقول لك قاطع نفسك عن العالم، لا عادي. انا بدل يعني بحاول ان انا استبدل المسلسلات والحاجات دي بروايات. ولو انت مش عايز تسمع بودكاست عن الدين، انت عادي ممكن تسمع بودكاست واحد بس عن الدين في اليوم، والباقي كله تسمع بودكاست عادي مثلا هزار. انا بسمع بودكاست اسمه معالج نفسك، ده حلو جدا وبيتكلم عن صدمات الطفولة والكلام ده. عارفة ان الكلام ممكن يكون اللي هو انتي رسمية زيادة عن اللزوم، او انا شايفة ان الحياة مثالية زيادة عن اللزوم. انا عايزاك تحسن نفسك، عايزاك قبل ما نتيجتك تظهر، قبل ما تبدأ دراسة ايا كان انت دخل ايه المرحلة الدراسية اللي انت داخل عليها، انا عايزاك تحسن نفسك. مش كلنا متمكنين من الانجليزي، ولا كلنا بنتكلم تركي لبلب، ولا كلنا بنقرأ كتب، ولا كلنا بنتفرج على روايات، ولا كلنا بنعمل كل ده. فعايزين نبدأ نحسن من بعض ونساعد بعض ان احنا نحسن من بعض.
ويعني كده مختصر الفيديو كله. لو انت وصلت لغاية هنا فاحنا هناخد من يومك حوالي 4 ساعات يوميا. ساعة هنتعلم فيها انجليش، ساعة هنتعلم فيها تركي، ساعة هنحفظ فيها قرآن، وساعة نتعلم فيها مهارة جديدة. واللي عايزني اعمل سلسلة فيديوهات، يعني اللي هو كل يوم اشوف انا التزمت بقد ايه وانزله والكلام ده، تمام. مش عايزين عادي برضو، يعني شوفوا انتوا عايزين ايه وانا معاكم فيه. بس انا كنت عايزه اعمل سلسله الفيديوهات على هدف ان احنا نشجع بعض، واللي مش قادر ياخد الخطوه ياخد. وعلى اساس برضو في الكومنتات كل واحد منكم يقول لي التزم بايه وما التزمش بايه، والنهارده خلص كام من ال4 ساعات والكلام ده. وبس لو وصلت لغايه هنا فانا بحبك جدا. تمام. وما تنساش انك تبعت الفيديو ده لاصحابك اللي مالين من الاجازه. وقناه التليجرام بتاعت ثالث ثانوي 2025، جروب التليجرام، جروب الواتساب، كل ده تحت في صندوق الوصف. وبس كده، بحبك.